النهارده جايلكم فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن انواع المسكرة اللي انا جربت انواع كتير، في اللي كان حلو جدا وفي اللي كان وحش وما جربتوش تاني، وفي اللي انا يعني ايه كان تأثيرها خفيف كده بس كويس وحلو. فانا النهارده هقول لكم على كذا نوع كده اللي هو تبعدوا عنه، وكذا نوع اللي هو لو شفتوه قدامكم هاتوه على طول، هتبقى تحفة. ماشي. في مسكرة انا هوريها لكم دلوقتي معايا، وفي مسكرة تانية انا مش هوريها لكم لان انا اوريدي اترمت خلاص. اول مسكرة جربتها في حياتي وكانت مسكرة اسنس البامبا، وكانت مسكرة حقيقي تحفة. كانت فرشتها جميلة، كانت بتدي كثافة وكانت بتدي طول، كانت بصراحة جميلة. من درجة حبي فيها كنت جبتها 3 4 مرات ورا بعض. كانت هي المسكرة الوحيدة اللي كنت بستخدمها، وكنت اول مرة استخدم مسكرة في حياتي، يعني كانت هي المسكرة دي. وما حبيتش ان انا اغيرها لان ما اعرفش انواع تانية، فقلت لا خلاص خلينا على دي لحد بقى ما زهقت منها، وقلت بقى اجرب حاجه جديده وكده. وكانت برضو اسنس، قلت بقى ما انا عجبتني اسنس الاولى، فانا قلت بقى اكيد مسكرات اسنس كلها تحفه. فانا جربت التانية السودا، بصراحه كانت وحشه جدا، مسكره ما كانتش حلوه. جبتها مره واحده بس وما جربتهاش تاني، كانت وحشه جدا. مسكره اسنس البامبا كانت جميله جدا، انصح اي حد يجيبها وجميله وتحفه. ومسكره اللي هي اسنس السودا وحشه جدا، محدش يجيبها، وفرشتها برضو مش حلو. ثالث نوع بقى جربتها مسكره مايت سينما. المسكره دي تحفه جميله، كنت بحبها جدا، جبتها مرتين. بتدي طول، بتدي كثافة، بصي بتخليكي حاسة انك انت حاطة كده رموش كده، وكان بصراحة رهيبة وجميلة وما بتوقعش رموش خالص. وبس المشكلة فيها ان هي كانت لما تيجي مثلا تشيليها كانت بتبهدلك حوالين عينك. يعني هي مش اللي هي فيها اللي هي نسبة البلاستيك دي، لا هي ما كانتش بلاستيك، هي كانت بتبهدل لي الدنيا كلها كده لما اجي امسحها. فدي بس كانت العيب الوحيد فيها، ولكن كشكلها على الرموش فكانت شكلها تحفة. فديت بتاعت مسكرة مايت سينما جميلة جميلة وتحفة كمان. جربت نوعين من مسكرة ان المسكرة دي والمسكرة دي. اكلمكم عن دي الاول. دي مسكرة تأثيرها خفيف على الرموش، بتدي كده فوليوم خفيف، بتخليها لك سودة، شكلها حلو، طبيعية، اللي هو ايه ما بتديهاش كثافة وطول كده زي ما انت عايزة، لا ممكن تستخدميها استخدام يومي لو انت عايزة تحطي تبيني رموشك بس مش عايزة تبيني رموشك قوي. ديت حلوة جدا للاستخدام اليومي. المسكرة دي بقى اوحش مسكرة في حياتي كلها. طول جميل، كثافة تحفة، رموش اكنك حاطه رموش، بصي هتديك اللي انت عايزاه، هتيجي تشيليها رموشك كلها تقع. هي دي مشكلتها، يعني بيقولك ايه الحلو ما بيكملش. طول هيديك، كثافة هتديكي، رموش هتديكي، اكنك مركبه هتديك، كل اللي هيشوفك هيقولك انت مركبه رموش، هتقول له اه مركبه رموش وهي اصلا مسكره. بس في الاخر تيجي تمسحيها توقع لك نص رموشك، هتبقي ماشيه من غير رموش. وكمان ووتر بروف، كمان كتير جدا من الناس ما بينصحوش بالمسكرة الووتر بروف، فهي بصراحة جميلة ولكن بتوقع الرموش، فبلاش منها خالص. في بقى مسكرة احلى واحلى وبتديه كل اللي انت عايزاه، المسكرة دي. المسكرة دي طول، اللي هي بتاعت بريتش وومن، مش عارفة هي باينة ولا ايه. طول هتديك، كثافة هتديكي، اكنك حاطة رموش هتديكي، بلاستيك اه هتيجي تشيليها بسهولة وبالمية، تشيليها بميك اب ريموفر، هتشيليها مش هتوقع لك رموش. كل ده بصراحة دي المسكرة دلوقتي اللي انا بستخدمها، واحلى مسكرة جبتها بعد مسكرة اسنس. بس اسنس ما كانتش بلاستيك، كانت فحم عادي، وكانت بتبهدل الدنيا بس برضو على قلبي زي العسل، وكانت جميلة بحبها. لكن دي بصراحة بيقولك ايه ان الحلو كمل، كل حاجة فيها، كل حاجة متاحة فيها، جميلة جدا وتحفة. وانصح اي حد يشتريها، وهي بريتش وومن 3 دي مسكرة بريتش وومن تحفة جميلة جدا. فاحسن مسكرة دي هي المسكرة دي. وبكده انا قلت لكم على المسكرات اللي انا جربتها
ولو برضو انتوا جربتوا ماسكارا تانية حلوة قولولي برضو في الكومنتات، برضو يمكن استخدمها بعد ما دي تخلص. وبكده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو متنسوش السبسكرايب واللايك والكومنت، وتقولولي على افكار فيديو تانية. ويلا باي.